50 جثة، 12 سنة من الرعب. اسم واحد هز الاتحاد السوفيتي كامل. كيفاش سفاح واحد يقتل العشرات وسط اقوى جهاز امني في العالم وما يتشدش؟ اندري تشيكاتيلو الراجل عاش طفولة مظلمة وتحول من بعد لراجل ما كيتوقفش على القتل. اليوم غنعاود ليك قصة تاع واحد من ابشع السفاحين في التاريخ. ولكن قبل ما نبداو، انا اشرف كندير قصص الجرائم وقصص السفاحين التاريخيين. الا كنت من المحبين لهذا المحتوى فتاكد بلي هذه هي بلاصتك. اندري تشيكاتيلو تزاد في اسره فقيره ساكنه في الريف اوكرانيا. كانوا عنده مشاكل في الراس وهذا الشيء غادي يسبب ليه امراض صحيه كثيره من بعد. نهار حل عينيه ولقى راسو في الدنيا، لقى راسو وسط مجاعه كبيره كتضرب اوكرانيا. وفاش تنقول مجاعه كبيره فراه كما تخيلتيها كبيره بزاف، لدرجه الناس بقوه الجوع وما كاين ما ياكلوا التجؤوا للحوم البشر. يعني فين ما يسهى شي واحد ولا يبان لك شي واحد اختفى في ديك الوقيته فعرف بانه كان واقف ما بيه ما عليه. حتى لقى راسو كيتحمر ولا كيتشوى فوق النار والناس ضايرين به كيقسموا في اللحم ديالو. وهذا الشيء تماما اللي وقع لخو اندري الكبير، اللي كتقول امو كتاكد باللي من نهار اختفى وهي شاكه باللي الجيران تاعهم هما اللي كلاوه. المهم مع المرض الراس اللي كان في اندري اللي تولد به، زائد الضغط النفسي اللي كان كيعيش بسبب القصه ديال خوه واللي كلاوه الجيران، ولا كيبول لا اراديا في الفراش كل ليله. وهذا الشيء استمر توصل 12 سنه، كان بسببه كياكل الضرب من عند والديه الجوج. اندري الحياه قررت تقسى عليه وزادتو مشاكل اخرى فوق من داكشي اللي كان كيعاني منه، حيتاش النازيين اجتاحوا الاتحاد السوفيتي. وهذا الشيء اللي غادي يخليه باه ينضم للجيش ويخلي ولده هو وامه بوحدهم وسط الحرب. وفعلا النازيين غزاو القريه والام د اندري تعرضت للاعتداء الجنسي وولدها قدامها كيشوف كل شيء. وبعد اشهر اندري تزاد عنده اختو نتيجه الاعتداء اللي كان وقع على امه. بعد 6 سنين رجع الاب بعد غياب اللي طويل، بلاصه ما يكون النقطه اللي غتعاود تحيي الحياه في عينين اندري. باه كان مشكله كبيره ما عندهاش حل، حيت سكنت القريه ما قبلوش بات اندري ورفضوه هو والعائله ديالهم كامله. وهذا الشيء حيتاش اتهموا الاب ديالو باللي خان بلادو واستسلم للنازيين بسهوله. اندري كان كيتعرض للضرب والتنمر من كاع هذوك اللي كانوا دايرين به، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكبر انطوائي وخجول وما يبقاش يعرف كيفاش يتواصل مع الناس وخاصه البنات. ملي كانت عنده 17 سنه واحد صاحب اختو جات تسول على اختو في الدار. اندري كان عارف بلي حتى واحد ما كان في الدار. الافكار بدات كتلعب ليه في راسو بسرعه اللي غادي يطبقها بلا ما يفكر. بدا كيتحرش بديك البنت، غير بدات كتزيد في الغوات، زاد هو في القوه يحاول يتعدى عليها ولكن ما قدرش. وهنا غادي يكتشف بلي عنده ضعف جنسي. ومن بعد انتقل اندري هو واختو لمدينه روستوف حيتاش كان سالا القرايه وتوظف كمعلم في واحد المدرسه. اختو جابت ليه واحد صاحبتها تعرف عليها ومن بعد تزوجوا. ومن بعد اندري ولد جوج ولاد، دري وبنت. بالرغم من المشكل اللي كان عنده، المدرسه اللي كان خدام فيها اندري كانوا عليه بزاف د الشكاوي. الناس كيشكيو به بلي كيتحرش بولادهم وكيقيسهم في بلايص ماشي هما هادوك. الشكايات تزادوا واندري تطرد من المدرسه. وهنا غادي يبقى كيدور من مدرسه لمدرسه وحتى واحد ما بقى كيقبلو، وهذا الشيء بسبب التاريخ ديالو الخانز. اندري قرر يبدل المدينه ويتخلى على التدريس، وفي عام 1978 انتقل لمدينه شاختاي. وفي يوم عادي شاف واحد البنت اللي في عمرها 9 سنين. افكار بدات كتضرب في راسو وكتدور بواحد السرعه ميمكنش يتجاهلها. وقف هضر مع ديك البنت بلطف، كلالها عقلها وداها للغابه لواحد الكوخ اللي كان تما. حاول يغتصبها ولكن ما قدرش، ومع البنت كتغوت وتنقز وتحاول تحيد يدو منها. اندري تعصب وجبد واحد الموس وبقى كيضربها لكرشها. مع الضربه الاولى حس بواحد النشوه اللي كان كيقلب عليها حياته كامله. فشنو غيدير؟ بقى كيضرب المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه. اندري شدا واحد النشوه اول مره يحس بها. وبعد ايام البوليس لقاو الجثه في الغابه، وبعد تحريات وتقلاب وكيسولوا الناس على اخر مره شافوها قدروا يوصلوا لاندري واعتقلوه. ولكن للاسف مراته عطات البوليس حجه غياب باللي اندري كان معاها وقت وقوع الجريمه. فالبوليس ما كانش عندهم شي قرار اخر من غير يطلقوه. ومن بعد اندري عاش 3 سنين عاديه مع عائلته، كيقولوا باللي هو انسان زوين مسالم وكذلك اب حنون. في 1981 الرغبه والساديه بدات كتجدد وكتكبر بواحد الطريقه مرعبه. فعلا استدرج واحد البنت اللي عندها 17 سنه للغابه، حاول يغتصبها وملي بغى يقتلها قلب جيابه وما لقاش الموس. فشنو غيدير في نظرك؟ هنا بغيتك توقف الفيديو وتكتب لي في كومونتير شنو بان لك الحل المنطقي اللي غادي يدير. صافي اسمع مزيان، اندري ما كانش هز معاه موس اللي كتعتبر اداه حاده،
ولكن عنده باقي واحد الاداه اللي هي سنانو، ولا كيقطعها بسنانو، كيجر منها وياكل الاطراف ديالها. اندري ولا كيقطعها بحال شي ديب، وفي نفس الوقت لقى واحد العصا حل بها كرش الدريه وخرج مصارنها كاملين. وفي نفس الوقت اندري كان سد ليها فمها بالوراق تاع الشجر والغيس باش غواتها ما يتسمعش. البنت ماتت بقوة التعذيب اللي عاشته، وبعد مرور أشهر قليلة قتل 7 الناس واللي كان كيختارهم وكيعزلهم من محطة القطارات ومحطة الطوبيسات، وأغلبية كيكونوا يا إما بنات خارجين على الطريق ولا دراري وبنات صغار. نمط القتل ديالو كان هو كيستدرج الضحية للغابة، وبعد ما كيتعدى عليها وكيقتلها كيبقى يشوه في الجثث ديالهم، اللي كيحل ليه كرشو وهاللي كيحيد ليه نيفو كياكلو، ولا كيحيد لهم صباعهم، ولا كيحيد لهم عينيهم. علاش كيحيد لهم عينيهم؟ صراحه عنده واحد السبب اللي غريب وفي شكل، وغنخليه حتى لاخر الفيديو غنقولو ليك. ولكن قول لي انت في كومونتير شنو هو السبب اللي كيبان لك منطقي واللي قرب ليه منكم يعرف بلي غادي يخرج شي محقق واعر. المهم الجرائم ديالو تصنفوا كساديه وفيليا. البروفيليا هي كيختص بالضحايا ديالهم من بعد ما يموتوا، يعني جثث. 1983 زاد اندري 5 ضحايا اخرين في الدوسي ديالو، وهنا البوليس تاكدوا باللي وراهم سفاح متسلسل، حيتاش كان عنده نمط قتل كيخدموا في كاع الجرائم ديالو. شرطه موسكو شكلت فرقه كبيره وصيفطوهم لمدينه روستوف اللي كانوا كيوقعوا فيها هاد الجرائم كاملين. بدات حمله اعتقالات كبيره، اي واحد عنده علاقه سواء من القريب سواء من البعيد غادي تشد. في 1984 بانت 15 جثه بنفس النمط اللي كيقتل به القاتل، وهنا البوليس غادي يتاكدوا وغادي يعرفوا بلي القاتل الحقيقي باقي حر، فكان عليهم يطلقوا كاع المشتبهين بهم ويطلبوا منهم السماحه. اندري زاد في القتل وتغير واحد الدرجه ما تصورش، لدرجه قتل واحد المراه هي وبنتها الصغيره في دقه واحده. البوليس بداو كيأسوا وكيقولوا باللي من المستحيل يلقاو القبض على هذا المجرم هذا اللي عذبهم طوال هاد السنوات. ولكن ولحسن الحظ طاحت عليهم واحد الفكره اللي غادي تكون الباب الاول اللي غادي يمكنهم من التعرف على المجرم. جابوا واحد الطبيب نفسي عطاوه كاع المعلومات اللي عندهم على القاتل. الطبيب دار التشخيصات ديالو وقال بلي المجرم غتكون عنده بين 45 سنه حتى 50 سنه. قال بلي يقدر يكون مزوج دابا ولا كان ديجا مزوج، وقال بما انه كاع الجرائم ديالو كتنفذ في المحطات وفي ليغار فاذا غيكون عنده شي عمل كيطلب منه يتنقل بزاف، وكذلك بما انه كيعذب الضحايا ديالو قبل ما يقتلهم فانه غادي يكون سادي حيت كيستمتع بالتعذيب ديالهم. بوليس بدورهم فرقوا كاع الاوصاف والمواصفات اللي قدروا يوصلوا ليها على كاع المحققين والجرائد. اندري كان مرتاح جالس مع عليه ما بيه، كيراقب ويشوف شنو كيتكتب عليه وشنو كيتقال عليه، مراقب كلشي. اندري قرر يوقف النشاط ديالو لمده سنتين، 1986 و 1987، واللي ارتكب 3 الجرائم صافي وكلهم خارج المدينه اللي كان فيها. البوليس ما توقعوش بلي خدمته هادي، ما ربطوش الجرائم به. البوليس بعد هذا عامين اللي وقف فيها اندري النشاط ديالو افترضوا وقالوا مع راسهم بلي السفاح يقدر يكون وقف النشاط ديالو واللي يقدر يكون مات كاع. 1989 اندري رجع للنشاط ودار شي جرائم اللي قليله واللي خلاو البوليس يتاكدوا ويعرفوا باللي السفاح باقي حي، باقي كيقتل الناس ودير خدمته. وفي 1990 اندري ارتكب واحد الجريمه وقتل واحد البنت اللي عندها 22 سنه، وملي بغى يخرج من منطقه الجريمه خرج من بين شي اشجار. الزهر اللي كان عنده شافوا واحد من المخبرين السريين، شاف اندري كاع موسخ بالغيس وعامر بالوراق تاع الشجر وفيه شي بقع كحله في حنكو كيشبهوا الدم. وقف المخبر خدا البيانات ديالو ولكن ما عندوش الحق باش يعتقلو حيتاش ما كان داير والو، ولكن المخبر عقل على المعلومات ديالو وسجلهم في راسو. ومن بعد البوليس فاش اكتشفوا الجثه ديال ديك البنت بقاو البوليس كيقلبوا في تقارير المخبرين السريين حتى لقاو التقارير ديال داك المخبر اللي شاف اندري خرج من بين الشجر في نفس ديك المنطقه اللي لقاو فيها الجثه. سميت اندري تشيكاتيلو ما كانتش غريبه عليهم، وفاش قلبوا الارشيف ديالو لقاو عنده شكايه تحرش بواحد المراه كبيره، زائد سميتو كانت في قائمه المشتبهين بهم لسلسله جرائم 1987. وكذلك لقاو عرام تاع الشكايات من المدرسه اللي كان خدام فيها بلي كان كيتحرش بالدراري الصغار. بقاو البوليس مراقبينه لمده اسبوع. المخبرين شافوا اندري بزاف تاع المرات كيحاول يهضر مع دراري وبنات كيحاول يتقرب منهم، وفاش سالات سيمانه شدوه البوليس اعتقلوه. وفاش واجهوه بكل شيء هو نكر كاع داكشي اللي كانوا لايحين عليه، كان مثبت ورزين وعارف اش تيقول. البوليس ما كانش عندهم خيار اخر الا يطلقوه حيتاش ما عندهمش عليه دليل وما عندهمش الحق يبقاو شادينه. وهنا غادي يتدخل الطبيب اللي قرا وشخص الشخصيه ديالو من قبل وقرر يهضر معاه بواحد الاسلوب من غير الاسلوب ديال المحققين اللي كان شويه قاسي. والمفاجاه في ظرف ساعتين
اندري اعترف ب 36 جريمه، وفي جلسه اخرى مع الطبيب اعترف ب 20 جريمه، زائد 3 الجثث اخرين البوليس ما كانوا عارفين عليهم حتى معلومه. علاش اندري اعترف للطبيب؟ ببساطه حيتاش الطبيب قال لي عاوني نكتب كتاب على كيفاش كيفكروا القتله، كيفاش تكون الاحاسيس ديالهم وهما كيديروا داك الشيء. اندري وافق على الطلب ديال الطبيب واعترف كل شيء، وسمى على راسه الذئب المسعور، وهذا الشيء نتيجه كيفاش كيهجم على الضحايا ديالو ويقطعهم وياكل منهم. وبالنسبه علاش كيحيد لهم عينيهم وكياكلهم، حيت كيعتقد بلي كاع هذوك اللي قتل غيعقلوا على وجهه وغيعرفوا هنا غادي تشد. هذاك الشيء علاش كان كيحيد لهم عينيهم وياكلهم باش ما يعرفوش وجهه كي داير. محاكمه اندري كانت اهم حدث في روسيا من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. اندري تعرض للتقييم العقلي والنتيجه كانت انه بكامل قواه العقليه. اندري دارت ليه حمايه كبيره حيت اهالي الضحايا اللي قتل غادي يسعوا للانتقام براسهم. وفي 1992 تحكم على اندري على 52 جريمه، كل جريمه والحكم تاعها، يعني في المجموع تحكم عليه ب 52 اعدام. اندري فاش سمع الحكم ديالو بقى كيسب ويغوت ويضرب في كاع داكشي اللي حداه، والغريب بلي كان كيقول لهم بلي انا حامل، وهذا الشيء كامل غير باش يقول له بلي راه هبيل ويسقط الحكم ديال الاعدام. ولكن للاسف اندري الخطه ديالو ما نجحاتش، فشلات. وفي 14 فبراير 1994 واخيرا الستار غيتسد على قصه السفاح اندري تشيكاتيلو، سفاح روستوف، بتنفيذ الاعدام. قرطاسه وحده للجبهه كانت كافيه تصيفطو للقبر، ولكن هاد القرطاسه نيت ما كافياش باش تلوض لينا كاع دوك الدراري والبنات البريئين من القبر بعد ما ذاقوا من العذاب ديال هاد السفاح وهاد الوحش اللي نوض الرعب في ساكنه روستوف. كانوا عايشين مع وحش كيستمد القوه ديالو من ارواح الابرياء. نتمنى هاد القصه تكون نالت الرضا ديالكم، ولكن واحد الحاجه اللي انا متاكد منها بانه هاد القصص هادو غادي يصدموك بزاف، حتى غادي تولي تشك في اي واحد عندك به صله سواء من قريب ولا من بعيد. المهم ما تنساوش تخليو لي افكار قصص ولا سميه سفاحين نحاول نديرهم في اقرب وقت ممكن، ولا بغيتو خليو لي اشتراك، فهي الدافع ديالي والربح ديالي الوحيد من هادشي كامل. كان معكم اشرف وهذا مكان.